لما تكون لفة قمر الدين عدت ال60 وال70 جنيه وكلها ألوان صناعية وكمان مواد حافظة وكمان مش معمولة من المشمش الطبيعي، يبقى ليه ما نعملش كل الكمية دي ومركزة وب35 جنيه عملنا كل الكمية دي. 4 كيلو برتقان عصير عليهم كيلو جزر عملوا لنا الكمية الجميلة قوي دي، وطعمها تحفة وفيها مزازة حلوة وطبيعية معليهاش ألوان صناعية. اللون في منتهى الجمال طبيعي من عند ربنا، يعني مش محتاجين نعرض ولادنا لأي سكريات زيادة ولا ونتحكم بقى في مقدار السكر اللي نحطه. الناس اللي عندها سكر تقدر تستخدم سكر بديل أو ستيفيا، وممكن جدا نستغنى عن السكر خالص للي مش عايز سكر. فحاجة في ايدينا كده أحسن من قمر الدين الجاهز مليون مرة. الكمية دي كلها أنا جايباها ب35 جنيه، 4 كيلو برتقان وكيلو جزر. ممكن نطلع من نفس العصير ده، والعصير ده هنعمله مركز، وهتطلعي منه من الفريزر تزوديه وتشربي منه ساعة الفطار او يجيلك ضيوف. مهم ان هيكون مشروب جميل جدا وصحي ومغذي. نقدر نطلع منه ايه كمان؟ نقدر نطلع منه مهلبية البرتقال بالجزر، وبرضو هتطلع خطيرة. احنا هنشوف الوصفة الاساسية اللي هنطلع منها العصير او هنطلع منها المادة الخام، وبعد كده نشوف ممكن نطلع منها ايه وايه. يلا نقطع. انا مقشرة الجزر اهو، هقطعه حلقات، وهقشر البرتقان واقطعه برضو حلقات، واجي اوريكم الوصفة سهلة وبسيطة وجميلة ازاي. قطعت الجزر لحلقات وحطيت عليه مية غطيته بمقدار معقول. هحط عليه 4 كوبايات من السكر، وبمعدل ان انا حاطه لكل كيلو برتقان كوباية سكر. قطعت البرتقان كده. انا النهارده هشتغل ببرتقان بلدي، وعشان كده قطعته مكعبات صغيره علشان اتاكد ان مفيش فيه بذر في اي حاجه، وشلت البذر منه كله. هرفع الجزر على النار لحد ما يتسلق. نرجع نضرب بقى المكونين مع بعض ونشوف احلى خليط ممكن تعمليه في حياتك. الجزر اتسلق وسبناه هدي خالص، ونبدأ بقى نضرب المكونين العظمة دول مع بعض. وانا بضرب الجزر هاخد من المية بتاعته، لان المية فيها السكر والمية فيها الفايدة اللي كانت في الجزر كلها. ونبدأ ناخد زي ما قلت لكم، نكون متخلصين من اي بذور جوه البرتقان علشان ما يمررش. انا حطيت في الخلاط الجزر على البرتقان، وخدت شويه من السائل اللي في الحله حطيتهم هنا عشان يلفولي الخلاط. هروح اضرب الكميه كلها واوريكم شكله النهائي، وهصفيه طبعا. وانا بصفيه هوريكم المنظر على الطبيعه. صفينا البرتقان والجزر، وده اللي طلع من الكميه كلها. اوعي ترمي اللي يطلع ده، شيليه في اكياس صغيره لتتبيلات البط والفراخ، بيبقى خطير، بيخلي الخلطه بتاعه التتبيله ريحتها جميله ما فيهاش زفاره، وكمان بيطري جدا لحم البط والفراخ. نبدأ بقى نعبي العصير في ازايز، ماشي، في اكياس بلاستيك اوكي، اكياس ايكيا اللي متاح عندك عبي فيه. المهم ان احنا زي ما اتفقنا، قبل ما تعبي العبوات بتاعتك ابدأي دوقي العصير وشوفي انت محتاجة بعد اما تيجي تطلعيه تخففيه بكمية قد ايه مية، او عايزة تشربيه كده مركز زي ما تحبوا. المهم قبل ما تعبي دوقي، علشان لو هتخففي لما تيجي تخففيه تكوني جاهزة، عارفة ان مثلا الكيس فيه لتر، هنحط على اللتر مثلا ربع لتر مثلا او نص لتر. فدوقي قبل ما ايه ما تحفظي الحاجة في الفريزر. نقول بسم الله كده، حطي قمع في الازازة كده وابدأي عبي. خلصنا. كل سنة وانتم طيبين، حاجة نظيفة وجميلة. عبوا بقى في ازاز رمضان، فاكرين الازاز اللي جبناها من نزهة وعملناها في لايف؟ عبوا في ازاز رمضان، وابداي دخلي الاجواء الرمضانية كده في بيتك. الحاجة كلها ما خدتش مننا وقت، حاجة نظيفة، الطعم قريب جدا جدا من قمر الدين. لفة القمر الدين عدت ال60 جنيه وال70 جنيه، وكلها مواد حافظة والوان صناعية وسكر كتير، وفي الاخر ما بناكلش مشمش طبيعي. احنا خزنا المشمش قبل كده، والنهارده اهو خزنا البرتقان بالجزر، وطعمه قريب جدا جدا من المشمش. اعملي احلى عصير واعملي مهلبيه. طب هنعمل مهلبيه من ده ازاي؟ هناخد كيس من دول نحطه على النار ونزود عليه، لو ده لتر نزود عليه نص لتر مدوبين فيه 4 معالق نشا، عليه السكر بتاعه وعليه كل حاجه، يبقى نص لتر ميه عليه
4 معالق من النشا على لتر عصير من ده، وخليه على النار ياخد تقلبتين لحد ما يبدأ يغلي ويتقل معاكي والنشا تستوي. بقى عندنا مهلبية جزر بالبرتقال، حاجة تحفة نظيفة. جهزي رمضان واستعدي، وكل سنة وانتم طيبين. يا رب تكون الوصفة سهلة عليكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا شير ولايك، وتابعوني على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك للشيف شيماء ممدوح، واشوفكم في وصفة جديدة قريب ان شاء الله.